عادات بتدمر حياتك وحل بسيط ينقذك منهم. في 5 عادات شكلهم يمكن بسيط بس تأثيرهم ضخم. عادات بتسرق منك وقتك، صحتك، تركيزك ومستقبلك، ولو ما وقفتهمش هتفضل واقف مكانك مهما حاولت. 1. السهر بيهدمك ببطء. السهر مش مجرد نوم متأخر، ده تدمير ذاتي. تقوم تاني يوم جسمك تعبان، دماغك مش شغالة، ومودك واقف ضدك. النوم هو أول خطوة لإعادة تشغيل حياتك. 2. السكر، السم اللي بنحبه. شوية سكر يرفعوك وبعد دقيقة يرميك لتحت. هو أكتر حاجة بتبوظ التركيز وبتعمل إدمان هادي من غير ما تحس. تبطل سكر كتير تلاقي مخك بينور. 3. التشتت، المقبرة اللي بتدفن فيها أحلامك. كل إشعار بياخد منك 10 دقايق تركيز. تخيل يومك بيروح في إشعارات، مش لأنك مش قادر، لكن لأن دماغك متقطعة 100 حتة. 4. الكسل المقنع، إنك تشغل نفسك بأي حاجة إلا المهم. أهو ده الكسل الحقيقي. تلاقي نفسك بترتب المكتب بدل ما تذاكر، تتفرج على فيديوهات تطوير ذات بدل ما تطبق، تعمل أي حاجة غير الحاجة اللي فعلا هتغير حياتك. 5. التفكير الزايد اللي بيخليك واقف مكانك، تفكر وتعيد وتطحن وفي الآخر ولا خطوة لقدام. التفكير الزايد مش حكمة، ده خوف متكرر لحد ما يشلك. الحل براكتيشن، مختصر، قوي، واقعي. الحل مش إنك تقلب حياتك بيوم وليلة، الحل إنك تبدأ بعادة واحدة بس. اختار واحدة من ال5: نوم بدري، تقليل سكر، 20 دقيقة من غير موبايل، خطوة صغيرة في الهدف، كتابة فكرة بدل ما تعيش تفكر فيها. كرر عادة واحدة لمدة أسبوع وهتتفاجئ قد إيه حياتك بتتغير من غير ما تحس. لأن النجاح مش قفزة، النجاح خطوة صغيرة تتكرر كل يوم. دورك دلوقتي إنك تختار، تكمل في العادات اللي بتدمرك ولا تبدأ عادة واحدة تبنيك. قرار بسيط بس ممكن يغير حياتك كلها.